قال: هل موافقة الإمام عند التكبيرات يبطل الصلاة؟ تكبيرة الإحرام نعم، إن سبق فلا يختلفون بهذا، أنه لا صلاة له مأموما فيها لأنه سبق إمامه بتكبيرة الإحرام، وإن كذلك أيضا وافقه في زمن واحد مع إمامه الله أكبر كلاهما في وقت واحد، أيضا كذلك على الصحيح لا تنعقد صلاته مع إمامه، لا تنعقد صلاته لا بالمسابقة سابقة الإمام في تكبيرة الإحرام ولا بالمصاحبة. بالمسابقة باتفاق، وبالمصاحبة هذا الذي يظهر أن صلاته لا تنعقد بالمصاحبة، كما أنها لا تنعقد بالمسابقة في تكبيرة الإحرام. وأما ما عدا ذلك فهو مخطئ في المصاحبة. إذا كبر الإمام فكبروا، والفاء تفيد التعقيب، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا ركع فاركعوا، وهذا يفيد أنك متأخر عن إمامك ولست مصاحبا له بدليل الفاء التعقيبية. ولا تتأخر كثيرا، فإن الفاء للتعقيب من غير مهلة عن إمامك، يكون يكبر ويأتي بالتكبير، يأتي بالتسبيحات وأنت لا زلت تقرأ ولا زلت مرتفعا لم تكبر معه للركوع. هذا خطأ، هذا خطأ وذاك خطأ، كله خطأ، لكن ذاك تبطل به الصلاة المصاحبة. وهكذا المسابقة في تكبيرة الإحرام الصلاة باطلة بالإجماع، ما تنعقد صلاة مع إمام وأنت قد سبقت بتكبيرة الإحرام. وأما ما عدا ذلك فيما يتعلق بالمصاحبة الذي يظهر أنها لا تبطل الصلاة به، وإنما تبطل بالمسابقة. إذا سبقت في الركوع سبقت في السجود إنما جعل الإمام ليؤتم به، فصلاتك باطلة مع التهديد الموجود والوعيد الأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار. هذا وعيد أكيد، تهديد شديد في المسابقة، والصلاة باطلة في المسابقة المتعمدة. وأما في المسابقة غير المتعمدة فإنه يعود ويتابع إمامه بعد ذلك. وأما في تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة سواء سابقت متعمدا أو لم تكن متعمدا، فارجع لزاما، فإن استمريت فصلاتك باطلة.